ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بص يا صديقي، انا عارف انك بتبقى شغال على تصميمات وهمية وبتطلع فيها كل ابداعاتك ومهاراتك، ولما بيجيلك عميل يقولك عايزين تصميم معين بتبدأ تتوتر وتتبرجل، وخصوصا لو بعتلك البريف بتبدأ تحس ان انت متكتف كده ومحكوم. فانا في الفيديو ده هقرا معاك البريف واقولك ازاي عملت التصميم اللي قدامك على الشاشة ده بخطوات بسيطة جدا. فكل اللي عليك انك هتروح تجيب قهوتك وتيجي تركز معايا عشان تستفيد بكل كلمة في الفيديو. وقبل ما نبدأ يا ريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان ما يفوتكش اي حاجة من الحاجات اللي جاية، وعشان ده اللي هيشجعني ان انا اكمل. ويلا بينا نبدأ. طيب يا شباب، ده البريف اهو. اول حاجة كده معانا بيقول ايه؟ في معمار المناعي الاشراف الهندسي مش تفصيلة، ده اساس الجودة في كل مرحلة، وده التكست الاساسي اللي هيتكتب في التصميم. طيب هنيجي نقرا الديسكريبشن هنا كده بيقول ايه؟ في معمار المناعي احنا مؤمنين ان متابعة التنفيذ ومراجعته والتدقيق في كل مرحلة اساس ثابت مش بيتغير، وعلشان كده الاشراف الهندسي عندنا مش مجرد متابعة شكلية، دي منظومة متكاملة بتتابع في كل مرحلة من اول ما تبدأ لحد ما تتسلم، وكل مرحلة ليها هدف محدد ومعايير هندسية بتأكد ان التنفيذ بيتم بدقة وبأعلى مستويات الإتقان. النتيجة تفاصيل محسوبة. يعني انت لما تيجي تقرا البريف كده خلاص انا كده فهمت ان البوست بيتكلم عن الإشراف الهندسي، فخلاص انا دماغي ترجمت وبدأت تتخيل شكل التصميم اصلا. الغرض من البوست ايه بقى؟ تعزيز ثقة العميل في قوة الإشراف الهندسي داخل الشركة، وإبراز التزام معمار المناعي بالجودة، مش كلام لكن كإجراء فعلي، المتميز عن الشركات التانية اللي بتتعامل مع الإشراف كمجرد توقيع أو متابعة شكلية. يعني هم هنا إيه؟ الإشراف عندهم على أرض الواقع فعلا، وبيتابعوا مع العميل والدنيا معاهم إيه، وبيتابعوا مع العميل والموضوع معاهم مش مجرد كلام وخلاص. تمام؟ طيب هنروح معاك على بنترست دلوقتي، وهاجي في السيرش هنا هكتب ريل استيت ادز، وهشوف النتائج اللي هتطلع لي، وهبدا اعمل التغذيه البصريه بتاعتي. انا فضلت اقلب هنا لحد ما شفت صوره خدت منها الفكره بتاعتي، هي حاجه زي دي كده. فخلاص انا بدات اترجم ان ده مهندس واقف بيشرف على المبنى، ولكن خلي بالك انا هنا ما قلدتش. يعني انا البوست اللي انا شفته او الصوره اللي انا شفتها مش هي دي اصلا، انا شفت صوره شبهها. دماغي بدأت تترجم ان خلاص ان في مهندس واقف على طريق وبيشرف على المبنى، وان هو اللي موصل المبنى في الشكل النهائي بتاعه كده. خلاص بس كده. رحت على الفوتوشوب وفتحت اي مقاس، وليكن 2000 في 2000 في ريزوليوشن 72، ودوست كرييت. اول حاجه هعمل سوليد كلر، واختار اللون الكحلي المزرق الغامق ده، وادوس اوكي، واروح معاك على الصور. وهبدا اول حاجه اجيب الرسم الهندسي ده اشده معايا على الفوتوشوب، كليك يمين واختار البرسبكتيف، ووسع كده على قد ما تقدر، وسع على قد ما تقدر اهو، عشان يديني ابعاد في الصوره كده وشكل جمالي. طيب انا جبت الرسم الهندسي ده ازاي؟ كتبت على جوجل الرسم هندسي وحطيت جنبيه PNG بكل سهوله. هتدوس دبل كليك على اللاير وتختار الكالر اوفرلاي، وتجيب افتح درجه من درجات الازرق كده، وهتدوس اوكي، وهتعمل ماسك، وهتجيب اداه الجريدينت وتخلي الاوباستي على 35 مثلا، وتبدا تنعم كده ايه من قدام عشان تديك الابعاد دي في الصوره، عشان الصوره ما تكونش فلات معانا. جميل جدا. هرجع معاك للصور وهجيب صوره المبنى. طبعا دي صوره المبنى بعد ما فرغتها، وده المبنى بتاعهم، يعني انا مش جايب الصوره دي من عندي، الصوره دي هم اللي باعتينها لي. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله اصلا عشان نخلي صورة المبنى شكلها حلو او البيت ده شكله حلو؟ انا الطريق ده ما عجبنيش بصراحة، فشلته سريعا بالبين تول اهو، الف اللفة دي كده، وهدوس كنترول انتر، وهتروح على اللاير كليك يمين ريسترايز لاير، وهتدوس ديليت من الكيبورد. لو ما عملتش الخطوة دي مش هيتشال معاك. وهدوس كنترول دي عشان الغي السلكت. والشجرة اللي هنا دي بصراحة شكلها مش احسن حاجة، فانا برضو قصيتها بالبين تول، واقول لك ازاي دلوقتي هنعالج المكان ده. وهدوس ديليت برضه. جميل جدا. طيب اعمل بقى للمبنى كونفيرت سمارت اوبجكت تاني، وكنترول تي، كبره سنه، وهاته الناحيه دي كده. طبعا التصميم الاصلي اللي انا عامله كان فيه اخطاء انا نسيت ان انا اعدلها، ولكن انا افتكرتها دلوقتي عشان بشرح التصميم. تمام. هنيجي ورا المبنى ده نعمل اضاءه. هتيجي تحت اللاير بتاعته وتعمل نيو لاير، وهتجيب البراش تول
وهتسمبل اللون ده البراش تول العاديه، وهتخلي الفلو 100%، وهتجيب المربع تجيب افتح درجه من درجات الازرق كده، وهتدوس هنا كليك وكنترول تي وكبرها سنه وهاتها ورا المبنى كده ودوس اوكي. وهتعمل نيو لاير تاني وهتجيب اللون الابيض، لو دوست اكس هيجيب لك اللون الابيض، وهتدي كليك كده وهتكبرها برضو، بس اعمل نيو لاير عشان تتعمل على لاير لوحدها. هتكبرها كده وتجيبها ورا المبنى برضو عشان تديك التدريجه الجميله دي. جميل جدا. طيب المفروض بقى ان في اضاءه بقت ورا المبنى، فالمبنى المفروض ان هو هيحدف شادو لقدام. هنعملها ازاي دي؟ هتعمل كنترول جي للمبنى او اللاير بتاعت البيت، وهتيجي على اللاير اللي تحت تدوس كنترول يو من الكيبورد، وهتسوي كده على الاخر، وهتدوس كنترول تي، وهتثبت صباعك على كنترول وتيجي على الكورنر ده وتسحب لقدام كده اهو. ابدأ اظبط من الكورنرات دي لحد ما تحس ان هو اتظبط معاك، ودوس انتر. بعد كده هتقلل الاوباستي وهتعمل ماسك للشادو ده، وهتجيب اداة الجريدينت وهتسحب كده عشان يجي معاك على مفيش، عشان المفترض يعني ان الاضاءة اللي جايه من ورا المبنى مش قوية قوي. خلاص جميل جدا. طيب عايزين نعمل كونتاكت شادو خفيف كده للمبنى. هتعمل نيو لاير وهتجيب البراش تول المكعبره، هتكعبرها هتطبقها من هنا كده، تخلي النقطتين دول يجوا على بعض تمام. وهتيجي تحت المبنى كده ايه، وهات البراش خليها سودا الاول، وهتيجي عند المبنى كده من تحت تدوس كليك وثبت صباعك على الشيفت، وهتيجي هنا تدوس كليك كده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في كونتاكت شادو اتعمل هنا، ولكن هقلل الاوباستي بتاعه سنه عشان ما يبقاش تقيل. زي الفل. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله بعد كده؟ هنروح لمرحله الصور، وهنجيب الطريق اللي انا حطيته ده واخليه اول لاير فوق، وكنترول تي ودوس على الفليب هوريزونتال اللي قبل الاخير عشان اعكسه كده، وهاته الناحيه دي كده، ممكن تكبره سنه. طيب الطريق ده بقى فيه انا شايف ان هو معوج طالع ونازل من قدام كده، هتعمل له الشادو ازاي؟ هتكرر اللاير دي بكنترول جي، وهتيجي عند فلتر بلور موشن بلور، وهتخلي الرقم ده مثلا 190، وهتلعب في العجله دي كده لحد ما يرجع لورا، ودوس اوكي. كنترول يو وسود دي برضو على الاخر. بعد كده دوس كنترول تي وابدا انزل بيه كده وانت مثبت صباعك على كنترول، انزل بيه لتحت كده، انزل بيه لتحت كده لحد ما يتظبط معاك، وقلل الاوباستي بتاعه شويه، ممكن ترجعه لورا سنه بالشكل ده كده. اقول لك احنا لسه ما خلصناش، لسه نظبطه. هتعمل نيو لاير وتجيب البرش المكعبره برضو، وتبدا تدي تحتيه كليكات كده بحيث ان انت ايه تعمل كونتاكت شادو اهو. انت عينك بقى اللي هتوريك وانت بترسم الشادو كده اهو. في الاجزاء دي برضو تعمل كونتاكت شادو وبس كده. ده كان الشادو بتاع الطريق بالسهوله دي. هروح للصور وهجيب المهندس المشرف بتاعنا اللي بيشرف على المبنى او اللي موصله للشكل النهائي ده. هتعكسه برضو، اخليه اول لاير فوق واعكسه الناحيه التانيه عشان كله يبقى رايح للاتجاه اللي هو ناحيه الشمال ده، واكبره سنه كده وادوس اوكي. طيب المفترض بقى ان في اضاءه جايه من بعيد، يعني المهندس ده هيحدف اضاءه الناحيه دي، فانا ممكن اعمل معذره المهندس ده هيحدف شادو الناحيه دي، فانا ممكن اعمل الشادو بتاعه بالبراش تول عادي. فهقف تحتيه كده وهعمل نيو لاير، وهجيب البراش السوفت براش العاديه، وهدي كليك كده وهمسكها بكنترول تي، وهجيب الورب كليك يمين عشان تجيب الورب، وهتزق كده الناحيه دي وهتشد من هنا برضو. بعد كده دوس كنترول تي تاني وثبت صباعك على الالت وعلى الشيفت واسحب كده، هيتمط معاك من الناحيتين، واسحب من فوق هينزل معاك برضو ايه من الناحيتين. وهاته كده تحت رجل المهندس، ممكن تعمل زوم عشان تشوف، وثبت صباعك على كنترول وابدا ظبط كده ايه معلم. ومن هنا ظبط بقى من الكورنرات دي لحد ما تحس ان هو ايه اتظبط معاك، ودوس انتر. وممكن تقلل الاوباستي بتاعه شويه وتاخد منه كوبي وانت مثبت صباعك على الت، وتجيبه تحت رجله التانيه وامسك الاتنين وقلل الاوباستي بتاعهم سنه عشان ما يبقاش شارب قوي. جميل جدا. طيب هنعمل نيو لاير تاني، وهتجيب البرش المكعبره المره دي اللي هي المقلوظه دي، وهتيجي تحت رجل المهندس كده تدي كليكات عشان تعمل الكونتاكت شادو. المفروض ان في تلامس بينه وبين الطريق، بالرجل وبين الطريق، فهيبقى في كونتاكت شادو. كليكات كده ايه بس ما تقفورش فيه قوي عشان يطلع بشكل واقعي. وكبر البرش كده وانت على نفس اللاير، وقلل الفلو
لحد مثلا 10%، وغمق الجزء ده، المفروض الجزء ده يكون غامق. جميل جدا، احنا لحد دلوقتي واصلين لمرحلة حلوة جدا. طيب الشجرة اللي في المبنى المفروض ان انا قصيتها، فهعمل ايه؟ هاجي على اللاير بتاعة المبنى وهقف تحتيه، وهروح للصور وهجيب النخلة دي وهصغرها كده واجيبها ورا المبنى. هو عادي اصلا ان انا احط نخلة ورا المبنى كده؟ عادي. ليه بقى؟ لان اصلا الصورة الاصلية مبعوتالي في نخلة اهي، في نخلة ورا هناك اهي، فعادي جدا. بس انت ممكن تصغرها عشان ما تشوش على صورة البيت قوي، كأنها يعني جاية من ورا خالص وانتهت في الجزء ده. جميل جدا. طيب احنا كده تقريبا خلصنا. انا اخر حاجة بس ممكن احطها اللاير بتاعت السكاي دي، وهمسك الاتنين اخلي المود بتاعهم على سكرين، وهمسك كل واحدة لوحدها، وهبدأ ان انا اكبرها واجيبها ورا المبنى. بس برضو ما تعملش ازعاج، يعني ما تخليهاش تشوش على المبنى. خلاص. وهتمسك التانية برضو هتجيبها برضو الناحية دي كده. جميل جدا. ممكن تجيب العصافير دي او الحمام ده تحطه هناك كده، بس طبعا عشان يبان هقول لك هنعمل له اضاءه ازاي دلوقتي. هتعمل نيو لاير وهتجيب البراش تول، وهتيجي على اللون العسلي ده كده وتخلي البراش مدوره عادي، وتعلي الفلو 100% وتدي كليك كده وتخلي المود بتاعه على سكرين. ممكن تعكس اللون هنا للابيض وتدي كليك كمان، وتمسك البراش دي تصغرها كده وتجيبها ورا المبنى، وتجيب اللاير بتاعت الحمام فوق، بحيث برضو تديك شكل جمالي كده. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نكتب التكست، وهنجيب التكست اللي هو هنا في البوست الاولاني، او ايا كان، يعني ممكن تحط التكست اللي انت عايزه، فاهمني؟ بس يعني ابدع وورينا ابداعاتك. وهتجيب اللوجو بتاعك تحطه، وهتحط البيانات بتاعت الاتصال، وشكرا. اخر حاجه هنعملها الكاميرا رو فلتر. دوس على كنترول وشيفت الت اي عشان تعمل لاير مجمع من كل اللايرات دي اشتغل عليها في الكاميرا رو فلتر، وهتعمل لها سمارت اوبجكت، وهتروح على فلتر كاميرا رو فلتر، وهتيجي عند البيزك من هنا هتخليه ورم سنه، والاكسبوجر ممكن تعليه سنه برضو، الكونتراست تزوده، الهايلايتس قللها عشان تديك تفاصيل، الشادوز ممكن تزودها سنه خليها -10 مثلا، الوايتس عليها مثلا خليها 10، البلاك خليها -5، التكتشر ممكن تخليها 30، والكلاريتي ممكن تخليها 10. ما تافورش في الكلاريتي قوي عشان بتبوظ مش بتحلي. خلاص. الفايبرنس انا دايما بحب اعلي الفايبرنس شويه وبسحب الساتوريشن سنه. خلاص. وهتيجي عند الديتيل من هنا وتعلي الشاربنينج عشان تديك تفاصيل برضو، بس ما تافورش فيها برضو. والافكتس من هنا تقلل الرقم ده عشان يغمق لك حوالين الصوره. وتعالى بقى في الكالر جريدنج نشوف التون اللي احنا حابينه. ممكن مثلا اخد التون الازرق الفاتح او اللون الفيروزي ده وادي الساتوريشن بتاعه. بص وزودت جامد اللي هيحصل، فما تزودش قوي في الارقام دي. تعالى عند الشادوز ممكن نروح للون الازرق المغمق هنا، تسحب برضو تزود الساتوريشن بتاعه شويه. جميل جدا. وهتدوس اوكي. بس كده هيجيب لك قبل بعد قبل بعد. بس كده صديقي، انا قريت البريف وعملت تصميم بخطوات بسيطه جدا عشان عملت تغذيه بصريه على بنترست. وفعلا الفكره بتاعت الاشراف الهندسي طلعت لي اول ما دخلت اعمل تغذيه بصريه. بس انت لما تيجي تعمل تغذيه بصريه ما تقلدش، يعني انت استلهم افكار. يعني احنا مشينا على نفس الدايركشن، ولكن انا غيرت في الطريق وغيرت في المهندس، وكده كده هم بعتلي صوره الواجهه بتاعتهم واخده المنظور اللي في دماغي. فاول ما بعتولي الواجهه دي خلاص انا الفكره اتبنت في دماغي اصلا. ولكن لما قريت البريف الفكره اتاكدت اكتر، وقلت خلاص ده الدايركشن اللي انا همشي عليه. وبس كده يا صديقي، وبكده اكون وصلت معاك لاخر الدرس. لو استفدت ما تنساش اللايك والكومنت الجميل وتشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي جايه. وسلام يا صديقي.